احنا شفنا حالات الطلاق كترت قوي والانتحار وكل ده بسبب الطلاق والحضانة والدنيا والزفت والاب والام والكلام ده. الكلام ده كله سببه ايه بقى؟ سببه انت السبب. لما تيجي تختار عروسة تتجوزها عشان تربي لك عيالك وتفتح بيت، انت ما بتختارش صح. انت بيعجبك المنظر الشكل، لكن الجوهر لا. يعني بتدخل بيت ما فيهوش راجل، نمرة واحد ادي اول مرارة طافح وسواد الحلل. لما يجي يحصل مشكلة انت مش هتلاقي راجل تتعامل معاه، هتلاقي مرة. يبقى نمرة واحد لما ادخل بيت اشوف الاب شخصيته حلوة، ما هو مش قاعد وهي عمالة تكلمه وقاعد كيس جوافة. اسكت انت يا حاج انا عارفه. لا يا ابن القايمه ده بنت خالها بنت عمتها الفرح مش عارف ايه، الفستان 33 متر الطرحه مش عارف الستيشن وبيشن وهو قاعد. طب اتكلم يا حاج. الحاج قايمه بكل حاجه، الحاج عارفه كل حاجه. انت الغلطان. لما بتيجي تناسب وتيجي تتجوز لقيت القعده فيها خلاص فترة الخطوبة اللي هي الأصول، الفترة اللي أنت بتعرف فيها مراتك دي هتبقى إيه دنيتها. لو كل أخبارك بتنقلها لأمها، دي من بدري سيبها. عشان دي ماما احنا صحينا من النوم، ماما ده جاب لي كيس جوافة، ماما ده أمه مش عارف ايه، ماما ده هو جاي بابا يا ماما. هو ما بتقولش بابا، هي ماما على طول. لا يا بنتي ده أنت الأصول تعملوا وتسووا. يا جماعة أنتوا بتختاروا غلط. سيدنا محمد قال لك فاصفر بذات الدين. يعني ايه اصفر بذات الدين؟ الدين بقى اللي هو الاب المتدين والام المتدينه. يا جماعه ما هي الجواز مش شروه وبيعه. انت هتجيب ايه واحنا هنجيب ايه والكلام الفاضي ده. هو انتوا في عريس بتسالوه بتصلي ولا لا؟ مفيش. انت على العروسه اللي بتروح تتجوزها انت فرحان بيها متبرجه وبشعرها مبسوط ومتكيف، خلاص اشرب. ما هو رب قال لك فاصفر بذات الدين، ان كان العريس ولا العروسه اصفر بذات الدين. واحد برضو كان رايح يتجوز واحده وكان رايح ابوها شيخ شيخ جامد، راح بيقول له ايه يلا يا ابني عشان نصلي عصر. قال له روح يا عم انا قاعد هنا مع الجماعه لغايه ما تروح تصلي وتيجي. اقسم بالله زي ما بكلمك كده. قال له ايه؟ قال له روح انت انا قاعد. قال قوم يا ابني هاتوا له البتاع اللي جابها، البسبوسه اللي جابها دي ولا اللي جاتوه. اتكل يا ابني على الله، ما عندناش بنات للجواز. ما هو انت ما بتديش ربنا حقه، هتديني بنت حقها؟ مش هتديها لها يا جماعه. اللي خلقك انت مش مديله حقه. هتدي بنتي الغلبانه حقها؟ ها انت يا ست الكل اللي قاعده تتفرد وتتنطعي وتعملي وتشوفي وتشيل، اللي جوزك ده كيس جوافه قاعد في القعده. ما انت عاوز ايه لما تيجي يحصل مشكله؟ انت مستني ايه من واحده حاكمه البيت؟ انت ايه اللي مستنيه؟ يا بنت براحتها، يا حست براحتها، يا براحتها. كلنا شفنا التمثيليه اللي كانت في رمضان اللي امها خربت عليها، فاكرينها طبعا. الام، ابحث عن الام عشان لو الام كويسه بنتها هتبقى كويسه. الام وحشه وعقربه وبومه قاعده في البيت، السلام عليكم. والله يا حاجه معلش انا ضربت الجرس غلط، معلش هو فين بيت ام محمد؟ السلام عليكم.